السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. الأهلي يفاجئ صفقة لازارتي بقرار جديد وعرض برازيلي للاعب الفريق. مصادر تؤكد بأن جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي يتبقى له 3 مواسم في عقده، وفي حالة فسخ عقده سيحصل على مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه من الأهلي. الأهلي تفاوض مع جيرالدو للحصول على موسم واحد من قيمة عقده مع فسخ العقد بالتراضي، والنادي يسعى للخروج بأقل الخسائر بدلا من دفع قيمة عقده المتبقي عن السنوات الثلاثة القادمة. الأهلي يسعى للتخلص من جيرالدو لشراء لاعب أجنبي جديد خلال شهر يناير القادم. عرض برازيلي لجيرالدو. جيرالدو لديه عرض من البرازيل، وهناك أحاديث عن رغبة نادي أول أغسطس الأنجولي لاستعادة خدمات اللاعب من جديد. وكان الأهلي قد تعاقد مع جيرالدو دا كوستا في عهد مدربه السابق مارتن لازارتي. الجدير بالذكر أن الأهلي قد توج في الفترة الماضية بالثلاثية الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر. الأهلي سوف يلتقي اليوم مع سنيديب بطل النيجر في الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة في ذهاب دور ل 32 من دوري أبطال أفريقيا، والنسخة التي يحمل لقبها النادي الأهلي. أما بالنسبة للقناة المفتوحة التي سوف تنقل مباراة الأهلي والسنيديب الساعة 4 العصر النهارده إن شاء الله، فهي قناة النادي الأهلي سوف تنقل اللقاء مباشرة. أما بالنسبة لجاستون سيرينو، هل اقترب سيرينو من الأهلي؟ هل اقترب سيرينو من الأهلي؟ مصدر بصن داونز يجيب عن هذا السؤال. فريق مملودي صن داونز الجنوب أفريقي حقق فوزا ثمينا بتغلبه على مضيفه جوانجينج جيلاسيك البوتسواني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم ضمن ذهاب دور ل 32 من دوري أبطال أفريقيا. وغاب جاستون سيرينو عن القائمة الخاصة بصن داونز عن تلك المباراة وسط أنباء بتقول إن استبعاده من القائمة بطلب منهم من أجل تسهيل انتقاله للأهلي وتمكينه من أن يلعب معه في دوري الأبطال حال إتمام الصفقة. مصادر إعلامية تحدثت مع صن داونز للوقوف على حقيقة ذلك الأمر والكشف عن سبب غياب سيرينو عن قائمة الفريق. صن داونز قال: ما علاقة الأهلي باستبعاده من قائمة المباراة؟ كيف سوف نستدعي اللاعب وهو مصاب من بداية الموسم؟ لم يشارك في أي مباراة معنا. سبب غيابه هو استمرار تعافيه من الإصابة في الوقت الحالي. وأضافت: آخر عرض قدمه الأهلي لنا هو 2.5 مليون دولار من أجل الحصول على اللاعب، ولم نقوم ببيع اللاعب بهذا السعر. حددنا 3 مليون دولار لبيع اللاعب، ولم يلبي الأهلي طلباتنا المادية حتى الآن. الأهلي يبحث عن تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع سيرينو، والذي تدرب تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني وهو المدرب الحالي للنادي الأهلي. ولكن مدرب الأهلي موسيماني مصر على التعاقد مع جاستون سيرينو. فهل اللاعب سوف يتغلب على ناديه ويقوم بالضغط عليه من أجل الرحيل للنادي الأهلي؟ في حال فشلت الصفقة فالأهلي عينه على لاباكوجا أيضا، وعينه على أيضا والتر بواليا، وفي هناك أكثر من مهاجم. في الختام مشاهدينا الكرام، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.